طبعا في مشاكل جنسية كتير بسبب احنا قلنا دم قليل، فالدم اللي بيروح للحاجات برضو بيكون قليل، فاهمني؟ فحاجاتك ما بتبقاش احسن حاجة. فكل الكلام ده كله بيأثر على جسمك، فالسجاير بتأثر على الجسم. فما تجيش تقول لي بعد اذنك انا مدرب وفاهم ومش عارف ايه وبعرف اعمل دي ودي ودي، انت مش فاهم اي حاجه خالص. تمام؟ انت في الضياع منه يعني. تمام؟ بس فلو انت من عندك العادة اللي هو اشرب سيجارة واشرب القهوة، تمام، ما عنديش مشكلة معاه، ممكن نعملها فيديو تاني لوحدها يعني، ونفصصها بالشكل ده برضو. بس ما تجيش تقول لي يا السيجارة بتاعت قبل التمرين دي والله يا كوتش ما فيش زيها. تمام؟ هو مش بري ورك اوت، معلش يعني، مش عايز اغلط يا جدعان، هو مش بري ورك اوت، دي سجاير. تمام؟ وعرفنا اضرارها على الجسم بتعمل ايه. فحاول على قد ما تقدر ما تكونش عبيط، وكده تفهم الكلمتين اللي انا عايز اقولهم ايه، وخليك انسان كده ملتزم، وقلل من الزفت ده على قد ما تقدر، عشان خاطر زي ما انت شايف هو مش هيوصلك لحاجه. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله لما نخلص شغلنا، لو في اي باور كده نعمل فيديو تاني انا وانتوا ونتكلم على اي حاجه مهمه باذن الله. ودلوقتي الفيديو ده خلص، اسيبكم بقى انا عشان اروح ادخن السيجاره بتاعتي. مع السلامه.